من حق كل نادي انه يعمل بيان، الصبح بيان والظهر بيان والعصر بيان وبالليل بيان وساعه الفجر بيان، يبقى 5 بيانات يوميه ما فيش مشاكل خالص. حلو. واحد على غيار الريق كده وواحد بعد الظهر وبتاع، يعني عشان الدنيا تمشي، حقك. لكنه لما تصدر بيان حضرتك لا تخطئ في حق الاخرين على الاطلاق، يعني قول انا عايز حقي، انا اتظلمت، انا قصه ضدي، انا ما حدش يقدر يقول لك حاجه. لكنه بقى كل التلميحات ثم التصريحات ثم الايحاءات ثم انا عتريس انا عتريس انا عتريس. عتريس خلص من زمان. تاني عتريس؟ يعني ما هو يعني خلاص انت عتريس، ويا رب تفضل عتريس طول الوقت طالما انت شايف ان انت عتريس. فاحترام الناس ده محترم، يعني شيء محترم، لانه كمان في ناس في مناصب رسميه ومتحدثين رسميين وعاملين صفحات باسماء قذره قذره، وبيطلعوا يدونا دروس في الاخلاق. هو عامل صفحه باسم قذر فيطلع يديك درس في الاخلاق. هو عارف انه صفحته دي يعني فيها الكثير من الاساءه والخروج عن النص والخروج عن القانون والخروج عن الاحترام، لكنه دبل فيس او انفصام الشخصيه. كانت روايه زمان شهيره دكتور جايكل مستر هايد اللي هي انفصام الشخصيه. فكل واحد كمان يا جماعه يعرف حدوده وهو بيتكلم، لان انا هنا لا يمكن ان اسيء لحد. اسيء ليه واغلط ليه فيه؟ مش هغلط، بس المهم ان حضرتك كمان تحترمني زي ما انا بحترمك وتقدرني زي ما انا بقدرك. زي ما